من بداية الموسم الأول اللي نزل سنة 2019 مسلسل ذا بويز قدم لينا فكرة مختلفة تماما عن عالم الأبطال الخارقين اللي متعودين عليه. في العالم ده مفيش قيم أخلاقية ولا بطولات حقيقية ولا تضحية من أجل الخير، بالعكس كله هنا بيتمحور حوالين القوة، الغرور، الإحساس بالتفوق، الجشع، استغلال القانون وحاجات سيئة كتير جدا. وأكتر شخصية بتمثل كل ده هي شخصية هوملاندر، اللي هو يعتبر البطل الرئيسي، او خلينا نقول هنا الادق يعني انه الشرير الاساسي في العالم ده. المسلسل رغم انه مأخوذ من كوميكس بنفس الاسم، الا انه ماشي في قصة مختلفة تماما وخط زمن مختلف كمان. وده مش معناه انه اسوأ، بالعكس ناس كتير شايفين انه اعمق واقوى كمان بكتير من الكوميكس. لكن المهم انه بيدينا تطور شخصيات واحداث ونهايات مختلفة عن اللي موجودة في القصص المصورة. وبما اننا دلوقتي يعتبر كده مع الموسم الخامس واللي هو يعتبر الاخير في المسلسل والنهاية قربت جدا، فده وقت مناسب اننا نتكلم عن بداية ونهاية واحدة من اهم الشخصيات في القصة، وهي شخصية هوملاندر، ونعرف قصته الحقيقية من الكوميكس. وطبعا لازم اوضح ان يكون في حرق طبعا الاحداث، مش بس من المسلسل لكن من الكوميكس كمان. فلو ناوي تقرأ الكوميكس الافضل توقف هنا، لكن لو عاوز تفهم القصة بشكل عام كمل عادي جدا. عالم ذا بويز بيقدم تصور اقرب للواقع لفكرة وجود أبطال خارقين، والشخصيات فيه كلها تقريبا مستوحاة من أبطال مشهورين زي كابتن أمريكا وأكوامان وفلاش وولفرين وغيرهم، لكن هنا بشكل مظلم وأقسى بكتير. أكتر شخصية ملتوية وبتغير سلوكها بشكل كبير وفي نفس الوقت عندها نفس قوة البطل اللي هي مأخوذة منه هي شخصية هوملاندر، وهو في الأساس مبني على شخصية سوبرمان وعنده تقريبا نفس القدرات، لكن الفرق إنه عنده بوصلة أخلاقية متدمرة تماما. فقصة هوملاندر اللي بيتقال عنها في العالم ده إنه طفل فضائي وقع من السماء في قرية صغيرة في أمريكا، وكبر وهو بيمثل أجمل القيم الأمريكية وكمان أفضل صفاتها. لكن الحقيقة إن القصة دي كلها مفبركة ومش حقيقية، ووراها شركة تسمى فود، واللي هي واحدة من أكبر الشركات في العالم في الواقع ده. وعلشان نفهم الموضوع أكتر لازم نرجع لبداية الشركة دي. فود بدأت كشركة عادية، لكن وضعها اتغير تماما في نهاية الحرب العالمية التانية. وقتها كان فيه يعتبر كده مشروع نازي في ألمانيا بيحاول يعمل سيرم يخلي الجنود الخارقين في القوة زي فكرة كابتن أمريكا في الكوميكس. المشروع ده كان بقيادة عالم ألماني عبقري لكن قاسي جدا، كان يسمى يونا باوم، وكان بيجرب هنا على البشر بدون أي رحمة علشان خاطر يوصل للنتائج اللي عاوزها الحزب النازي. التجارب الأولى على مادة تسمى كومباوند في كانت خطيرة جدا وغالبا بتوصل لموت اللي بيتجرب عليهم، لكن مع الوقت التجارب هنا بدأت تتحسن وبقى فعلا يطلع منها أشخاص عندهم قدرات خارقة. لكن المشكلة إن ألمانيا كانت خلاص بتخسر الحرب، فهنا بقى العالم ده ومعاه واحد من أنجح تجاربه اللي هو طبعا ستورم فرونت، ودي ملاحظة مهمة جدا في الكوميكس، هو راجل مش ست زي المسلسل. هربوا لأمريكا. أمريكا وقتها كانت بتستقبل أي عالم ألماني يهرب من الحرب، فراحوا هناك. ومن هنا شركة فوت شافت فرصة كبيرة جدا في كومباوند في، وقررت تستخدمه علشان خاطر تصنع أبطال خارقين يبقوا في الحقيقة أدوات دعائية وأسلحة بشرية من غير أي أخلاق، وكل همهم هنا القوة والربح. وبما إن هنا ستورم يعتبر كان دليل حي إن المركب شغال، الشركة هنا بدأت تعتمد على العالم ده وتنتج أبطال خارقين كتير وتبني منهم فرق كاملة. ورغم هنا ان ستورم فرونت كانت من اقوى واشهر الجيل الاول من السوبرز، الا ان ماضيه النازي وافكاره العنصريه كانت واضحه جدا ومرتبطه بيه بشكل كبير جدا. الناس اللي عندهم افكار تفوق عنصري خلوا هنا شركه فوت تفكر تعمل رمز جديد للشركه يكون بيعبر اكتر عن القيم الامريكيه وفي نفس الوقت يكون سهل يتسوق ويتباع اعلاميا. وعلشان كده بعد ما حسنوا الماده بتاعه كومباوند في اللي استخدموها مع ستورم فرونت، وبعد تجارب كتير قدروا في النهايه يعملوا هوملاندر. فهوملاندر هنا ما اتعملش بالطريقه العاديه زي باقي الابطال، لكن كان نتيجه هندسه جينيه وتعديل علمي متقدم جدا. يعني من وهو لسه جنين تم تعديله وكمان تعريضه لكومباوند في بدري جدا بشكل مختلف عن باقي السوبرز، وده بقى خلى قدراته تتطور بشكل اسرع واقوى وهو لسه في رحم امه. حتى ولادته كانت عنيفه جدا، وهو بيتولد استخدم نظرته الليزر وهو لسه مولود ومش فاهم اي حاجه، فاخترق حرفيا رحم امه وقتلها. لا وكمان بدأ يطير وهو لسه الحبل السري متوصل بجثتها. وبعدين قتل كل الفريق الطبي الموجود في غرفة الولادة. بعد كده اتربى في مكان معزول تماما تابع لشركة فود، وكان محاط كمان بنظام صارم جدا ومعاه حتى تهديد مستمر زي وجود قنبلة نووية قريبة منه كإجراء احتياطي لو خرج عن السيطرة. وفي نفس الوقت هنا الشركة كانت بتدفعه لأقصى حدود ممكنة، تجارب وتدريبات قاسية واختبارات لكل قدراته كمان.
غير كمان التدريب الجسدي، اتعرض كمان لتربية نفسية قاسية جدا، علموه انه كائن اعلى من البشر والمفروض يحمي ويقود البشرية، لكن ده في نفس الوقت خلاه يطلع عنده مشاكل نفسية خطيرة زي النرجسية وقلة التعاطف والعزلة. النتيجة هنا ان هوملاندر بقى شخص قوي جدا لكن في نفس الوقت خطر جدا ومش متوازن كمان نفسيا، وبيتعامل مع البشر بدون اي مشاعر تقريبا، واي سلطة او مقاومة بيشوفها هي تهديد. شركة فوت حاولت كتير قبل كده تعمل السوبر المثالي، وكان في تجارب زي سولجر بوي اللي متأثر بكابتن أمريكا، لكن في النهاية هوملاندر هو اللي طلع أقرب حاجة لفكرتهم عن البطل المثالي. ولما طلع للعالم فوت قدمته كرمز النقاء الأمريكي والبطل المثالي اللي بيعبر عن صورة أمريكا، ومن هنا بقى استخدموه كواجهة إعلامية ضخمة جدا للإعلانات والأفلام وتسويق المنتجات، وحتى لإقناع الحكومة إنها تعتمد على الأبطال الخارقين في الدفاع، وده جاب لشركة فوت مليارات من العقود العسكرية. وفي النهاية هنا هوملاندر بقى قائد فريق ذا سيفن، أقوى فريق سوبر هيروز تابع للشركة، وبقى هو الوجه الرسمي للبطل الأمريكي رغم إن حقيقته أبعد ما تكون عن معنى البطولة الحقيقية. الشركة هنا استخدمت هوملاندر كأداة دعاية علشان خاطر تروج لصورة البطل النبيل والمنقذ اللي بيمثل الخير، لكن في الحقيقة ده كان بيخفي طبيعته العنيفة والمريضة نفسيا والفاسدة كمان. ومع الوقت الخطة دي كانت شغالة، لكن هوملاندر بدأ يسيء استخدام قوته بشكل أكبر، وارتكب هنا أفعال عنيفة وجرائم بشعة من غير ما يخاف من أي عواقب، لأن مفيش حد يقدر يحاسبه. وكمان شركة فوت كانت بتحميه طول الوقت، الشركة كانت بتعمل أي حاجة علشان خاطر تغطي على أفعاله، إعلام متحكم فيه، تهديد لأي حد يحاول يفضح الحقيقة، وحتى التخلص من أي شخص ممكن يشكل خطر على صورتهم. ومن أشهر الجرائم اللي ارتكبها إنه اعتدى على زوجة بوتشر وقتلها، وده كان السبب الأساسي اللي خلى بوتشر يكون فريق ذا بويز ويبدأ رحلة الانتقام ومحاولة كشف الحقيقة وتدمير هوملاندر وشركة فوت. وده بقى بيبقى المحور الرئيسي لمعظم أحداث الكوميكس. ورغم إن اللي حصل ده كان صادم وبشع، إلا إن في حادثة تانية كانت أخطر وأكبر تأثيرا، وهي أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 في العالم ده. وقت هجمات 11 سبتمبر الحكومة الأمريكية في القصة دي كانت ناوية تبعت طيارات مقاتلة علشان خاطر تسقط أحد الطائرات الإرهابية، لكن قيادات شركة فوت أقنعوا الرئيس إنه يلغي الخطة ويخلي المهمة بدل كده لفريق ذا سيفن. الفكرة هنا كانت إن الأبطال الخارقين هم اللي ينقذوا الموقف، لكن اللي حصل كان حرفيا كارثة. هوملاندر فقد السيطرة تماما، دمر الطيارة وخنق الركاب جواها، دخل في حالة ذعر ورمى الطيارة بطريقة تسببت في تدمير جسر، وكمان عن طريق الخطأ قتل أحد أعضاء فريقه، وبدل ما يتم إنقاذ أي حد الموقف كله انتهى بكارثة حرفيا. ولكن رغم من كل ده شركة فوت والحكومة قدروا يخفوا الحقيقة، لكن بعد الحادثة دي نظرة الناس للأبطال الخارقين اتغيرت تماما، وبقى شايفينهم مش حل بل مشكلة وخطر. ومع تطور أحداث الكوميكس بقى بدأت تظهر فضائح وجرائم أكتر عن هوملاندر، وبعضها مختلف تماما عن النسخة اللي في المسلسل. اللي بيخلي الموضوع أسوأ إن هوملاندر أحيانا بيكون مدرك لبعض أفعاله زي اللي حصل في حادثة الطيارة، لكن في نفس الوقت في جرائم تانية بيكون مش فاكرها أو بيحاول ينكرها. وفي فترة من الفترات تم ابتزازه بصور مرعبة جدا ليه وهو بيعمل أفعال صادمة وبشعة زي أكل أطفال واعتداءات وقتل، وده بيبان قد إيه شخصيته في الكوميكس مظلمة ومضطربة بشكل كبير جدا. وده كمان بيخلي هوملاندر فعليا يدخل في حالة جنون وشك واضطراب شديد، لدرجة إنه بقى مقتنع إنه عمره ما عمل الحاجات دي أصلا، وإن أي حد بيقول له غير كده بيكذب أو بيحاول كمان يأذيه، وده بقى بيزود عنده إحساس إنه عنده مشكلة وفقدان الثقة في أي حد حواليه. من الحاجات المهمة اللي زودت تدهور حالته النفسية كمان هي تلاعب شخصيته سبب بلاك نوار، وهو واحد من أعضاء فريزا سيفن. الحكاية بقى إن شركة فوت لما اكتشفت إن هوملاندر قوي جدا لدرجة إن حتى قنبلة نووية مش هتأثر فيه وهو لسه طفل، قرروا هنا يعملوا حاجة سرية جدا، وده في حرق لنهاية الكوميكس. الشركة هنا عملت نسخة مستنسخة من هوملاندر علشان خاطر تكون سلاح احتياطي لو الأصلي خرج عن السيطرة، لكن الغريب إن هوملاندر في البداية ما كانش بيبان إنه هيتحول لشخص خارج عن السيطرة، فالكلاون ده يعتبر كده بدأ يغار منه لأنه شايفه بياخد الشهرة والفلوس والحب كله. فبدل ما يفضل بقى في مكانه الكلاون أو المستنسخ بدأ يتنكر في شخصية بلاك نوار، وأحيانا كان بيلبس نفس لبس هوملاندر، وبدأ يرتكب هنا جرائم بشعة باسمه علشان خاطر يخلي الناس تكره هوملاندر وتعتبره مجنون، وبالتالي يتم التخلص منه في النهاية. ومن ضمن الجرائم دي كمان الاعتداء على زوجة بوشر، وكل ده كان بهدف انه يدمر سمعة هوملاندر ويخليه يفقد عقله تدريجيا. وده فعلا حصل لان هوملاندر بدأ يدخل في حالة ارتباك شديد، مش فاهم مين بيعمل ايه ومين الحقيقي ومين المزيف، وبدأ يشك حتى في نفسه في تصرفاته.
وهنا بقى مع تقدم الأحداث هوملاندر بيكتشف الحقيقة المرة إنه في الأساس مجرد أداة صنعتها شركة فوت وتم التلاعب بيه وتوجيهه طول حياته علشان خاطر يخدم مصلحتهم. الخيانة دي مع كل اللي اتعرض ليه من تلاعب وظلم بتكسر نفسيته تماما وبتخليه يدخل في حالة انهيار نفسي كامل. في اللحظة دي إحساس الغضب والانتقام بيزيد جدا عنده وبيبدأ يكره الشركة والإنسانية كلها، وبيقتنع في النهاية إن النظام كله فاسد وإن الطريقة الوحيدة علشان خاطر يصلحه هي إنه يهدم كل مؤسسات القوى الحالية ويستبدلها بنظام هو اللي يتحكم فيه بنفسه. بسبب كل ده هوملاندر بقى بيقرر في النهاية إنه يهاجم البيت الأبيض كخطوة رمزية ونهائية للتمرد وإظهار القوة. كان هدفه إنه يثبت إنه خلاص مش تحت سيطرة شركة فود ولا أي مؤسسة أو أي شخص تاني، وإنه أعلى من الكل، وإنه مش بيفقد عقله زي ما الناس كتير جدا فاكرة، لكن بالعكس هو شايف نفسه في قمة السيطرة. الهجوم ده كان كمان وسيلة انتقام من كل اللي خانوه وتلاعبوا بيه طول الوقت. ومن خلال ضرب مركز الحكم هنا في أمريكا، هوملاندر كان عاوز يثبت ان هو السلطة العليا، وده بيخليه يوصل لفكرة انه يقتل الرئيس ونائب الرئيس ويستولى على كل حاجة. في ذروة الأحداث في الكوميكس بعد موت الرئيس، هوملاندر بيواجه بلاك نوار في معركة مباشرة وبيحاول نوار انه يقتله. أثناء القتال بيتم كشف الحالة الكاملة على هوية بلاك نوار والأعمال اللي عملها، وده بيؤدي لمواجهة عنيفة جدا بين الاتنين. هوملاندر وهو متأثر وخلاص منهك من اللي اكتشفه ومن المعركة بيتم قتله في النهاية على قد الكرام بتاعه بلاك نوار، لكن بلاك نوار نفسه بيكون في حالة شبه موت بعد القتال ده، وده بيخلي بوشر يقدر يقتله بسهولة، وبكده يتم إنهاء حكم هوملاندر والكلاون أو المستنسخ بتاعه. وفي النهاية الكوميكس بيقدم هوملاندر بشكل مختلف عن المسلسل، هو فعلا شخص شرير وقاسي، لكن في نفس الوقت هو كمان ضحية نظام فاسد عمله ورباه وتلاعب بيه، وده بيخليه أقرب لشخصية تراجيدية. ولكن بصراحة نسخة المسلسل هنا هي الأكثر رعبا ووضوحا كشرير بلا إصلاح، ودي بتكون أفضل بالنسبة لي. وفي الآخر بقى السؤال ليك، شايف أي نسخة فيهم الأفضل، بتاعت الكوميكس ولا المسلسل؟ فلو وصلت لحد هنا بقى أول مرة على القناة هستناك في الكومنتات، وما تنساش بقى سبسكرايب شير كومنت لك عشان يوصلك كل جديد أول بأول، وأشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.